طبعا بنشكر نافي كروس وبنخص بالذكر طبعا دكتور خالد النقيب على الاسلوب الجديد اللي احنا شفناه طبعا. وفكره خلط ماده علميه بالكوتشنج نفسه فكره جميله جدا وممتعه، يعني اتمنى ان كل الدكاتره والانستراكتورز يكون بيلتزموا بحاجه زي كده، لانها بتخلي من الماده العلميه حاجه ممتعه. طول ما انت حد بيقدر يوصل لك الحاجه بطريقه ان هو بيدرس الناس اللي حواليه نفسهم، بيعرف ايه امكانياتهم وايه عقولهم، بيعرف يوصلها، مش مجرد ماده علميه بيحاول ان هو يقدمها لنا وخلاص. هو كان يقدر ان هو يخلصها اعتقد في يومين ثلاثه، لكن هو بالطريقه وبرحابه صدره ان هو كان معانا في كل خطوه وهو بيعملها وبيهتم انت تقبلت المعلومه ولا ما تقبلتهاش. دي كانت حاجه ممتعه جدا طبعا، وانا بشكره على الماده العلميه الجميله. طول عمرنا بنسمع البي ام بي، وفي جزء من شغلنا كنا بنمارسه، بس بالاحترافيه دي يعني اول مره يعني نمارسها، ونشكره جدا طبعا.